بطله أمين الناجي، عمل سينمائي يرصد معاناة المختطفين المغاربة في سجون البوليزاريو. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. انتهى مؤخرا المخرج المغربي علي الطاهري من تصوير فيلمه السينمائي الذي يتناول قضيتنا الوطنية الصحراء المغربية، والذي تم تصويره بإقليم زاغورة، بالضبط بصحراء محاميد الغزلان، وهي مدينة سياحية صغيرة جنوب المغرب. وتدور أحداث الفيلم السينمائي حول تجاوزات مرتزقة البوليزاريو وكذا معاناة المختطفين المغاربة في سجون مخيمات الجبهة الوهمية. وشارك في العمل كل من آمين الناجي، بشير واكين، بن عيسى الجراري، عمر عزوزي، طارق الخالدي، فضلا عن مشاركة العديد من الفنانين البارزين من الصحراء المغربية. وجدير بالذكر أن الفيلم المغربي هو من إخراج علي الطاهري وسيناريو محمد ضهرة، فيما عاد الإنتاج لشركة نايس برود. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.